السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، النهاردة هنعمل لكم طريقة شاورمة الفراخ اللبنانية على حسب طلباتكم. دلوقتي معانا الطريقة والمقادير ان شاء الله هتعجبكم جدا الاكلة دي. دلوقتي هنجيب الخلاط، هنحط فيه ربع كوباية زيت، ربع كوباية خل، كوباية زبادي عشان تطري طبعا صدور الفراخ تخليها حلوة كده، وتوم، كام فص توم كده، بصلة مبشورة، ليمونتين بنعصرهم. هما بيحطوا ليمون اكتر لكن مش بحبها انا مززة، هما ليمونتين حلوين. الوصفة دي على حسب طلباتكم اوامر عندنا. ودلوقتي هنحط التوابل، توم باودر وجنزبيل وقرفة وبابريكا وملح وفلفل اسمر وبهارات. طبعا التشكيلة دي جميلة جدا، هتعمل دي طعم حلو قوي للفراخ. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم. هنحط كمان معلقة صلصة، وهنضرب الخليط ده كويس قوي عشان ينعم ويبقى جميل والفراخ تتشرب منه. بعد كده هنحطه في بولة، ننزل في البولة ونحط فيها أصابع الفراخ اللي احنا غسلينها طبعا كويس. الأصابع لا سميكة ولا رفيعة عشان تتشرب من التتبيلة، وهنقلبها كويس. وبعد كده هنغطيها ونحطها 3-4 ساعات في التلاجة عشان تتشرب حلو. بعد مرور 3 ساعات بنحط في طاسة حبة زيت صغيرين، وطاسة تكون سخنة جدا، بننزل بالفراخ بحالها كلها كده بالصوص بتاعها. شايفين الطاسة سخنة جدا ازاي؟ ونقلبها بقى بعد شوية كده عشان ما تنزلش ميتها. ولو لقيتوا الصوص كتير ممكن تعينوا شوية صغيرين منه عشان الفراخ تتشرب بسرعة. زي ما حضراتكم شايفين كده الفراخ اتشربت بسرعة. دلوقتي هنصبها في الطبق. شايفين جميلة ازاي من التوابل والبهارات؟ شايفين الشكل؟ تاكلوها بالهنا والشفا. دلوقتي هنعمل بقى الصوص بتاع التومية، عبارة عن مايونيز وحبة توم مفرومين. ده اسهل صوص. بعد كده هنحط له رشة ملح خفيفة كده وهنقلبه، هنقلبه كويس ونحطه في الطبق يتقدم بقى مع البطاطس ومع السندوتشات دي، بيبقى طعمه جميل جدا. وزي ما حضراتكم شايفين سهل سهل وحلو قوي. الوصفة دي من سيدة لبنانية يعني، هتعجبكم جدا. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل السندوتشات. بنجيب العيش الشامي، بنقطعه نصين كده زي ما حضراتكم شايفين، بنحط الوش تحت والقاعدة من تحت فوق، وبندهن صوص تومية خفيف كده عشان يدي السندوتش طعمه جميل. وبعد كده بنحط بقى ايه الشاورما، بنصفيها من الصوص وبنحط الشاورما كده زي ما حضراتكم شايفين، وعليها بطاطس محمرة وخيار مخلل، وبنلف السندوتش كويس. بس هو الرغيف ده عشان صغير فما عرفتش اتنيه كويس. اللي بعده الطريقة هتلاقيها حلوة. بنحطه طبعا في طاسة فيها مسحة زيت وبنضغط عليه زي ما حضراتكم شايفين عشان ما يتفتحش. شايفين اللون اهو؟ بنحط زي ما حضراتكم شايفين كده. الطريقة التانية دي احلى عشان بتدي ايه، بنقدر نلف رول حلو. برضو نفس الطريقة، برضو صوص وعليه برضو اصابع الفراخ والبطاطس والخيار. شايفين اللون جميل جدا ازاي؟ هيعجبكم جدا زي بره واحلى كمان، وهيبقى مقرمش وحلو قوي ومعمول في البيت وفي وقت قليل. شايفين؟ وانا بقطعه هتلاقوا شكله جميل جدا من جوه ومن بره. شايفين؟
بالهنا والشفا. ايه رأيكم؟ بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.